السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أبناء أهل السنة والجماعة في العالم كله، الأحرار الشرفاء والرجال الصادقين، أحفاد الصحابة والتابعين وتابعين التابعين. إخواني، شاهدنا بالأسابيع السابقة بعض الناس المعتوهة وبعض الناس الحاقدة والكافرة يحرقون القرآن. هذا العراقي من الصليبي المسيحي عراقي ويحمل جنسية سويدية حرق القرآن، وفي واحد قبطي من أقباط مصر الكفار الكفرة الأنجاس حرق القرآن في روسيا، وقامت الضجة ويعني وطالبت الناس بقطع العلاقات والمقاطعة كلها. أستغرب من هؤلاء النفاق وأهل النفاق والكذب. طبعا نحن نستنكر العمل هذا بكل شيء، وأنا شخصيا لو أستطيع أن ألقي القبض على أي واحد من هذول إلا أقتله فورا دغري. لكن أقول شغلة: بشار حافظ أسد الحافر الكافر النصيري القذر رئيس قوات الاحتلال النصيرية في سوريا، يا أخواني، حرق القرآن وبالع القرآن ومزق القرآن واغتصب النساء بالميكروفونات وتحت على القرآن ضمن المسجد، نساء على الميكروفونات، وانتهك كل محرمات أهل السنة والجماعة، ولم يبقى حرمة واحدة إلا ما انتهكها بشار أسد، وفعل فاعيل بهدم القرى والمنازل والبيوت والاعتقالات والقتل والاغتصابات. عشرات الآلاف من اللقطاء الآن في شوارع دمشق وممسجين من بناتنا وأهلنا الذين يغتصبونهم قوات الاحتلال النصيري وأذنابه الكفرة. يا أخواني، هدم المساجد، قتل الملايين واعتقل الملايين وهجر الملايين، وما شفنا الحملة الكبيرة هذه إنه على حرق القرآن. وين نخوتكم؟ وين دينتكم؟ وين غيرتكم؟ وين غيرتكم؟ هذا سوريا الآن تتعرض منذ 54 عام إلى احتلال نصيري كافر غاشم. لم يشهد احتلال لأي دولة بالعالم مثل الاحتلال النصيري، يعني لا المغول ولا التتار ولا الصليبيين ولا الأفرنج ولا أي شيء، ولا حتى القرامطة والدولة العبيدية والفاطمية ما لم تفعل هذا الأفعال. يعني احنا وين انتم يا عرب يا مسلمين يا حكام يا شعوب يا قادة؟ وينكم؟ هذا بشار عمل ما لم يعمله كل كافر وحاقد وخبيث ونجس وزنديق. يجب إن شاء الله علينا كلياتنا كمسلمين مقاطعة هذا النظام بكل أنواع المقاطعة، ومحاربته بكل أنواع المحاربة والحرب، ودعم الأخوة أهل السنة والجماعة بكل أنواع وأشكال الدعم. هذا النظام الكافر النجس ومعه الشبيحة والمؤيدين والموالين، أذناب البقر وابناء زين المحارم وأبناء المتعة الذين ليس لا عندهم دين ولا أخلاق ولا غيرة ولا حمية، فصلوا خالصين بدنيا. نحن منتصرين إن شاء الله. احنا ودنا نكون الغيرة والنخوة ليس فقط على حلق القرآن في السويد، بدنا نريد الغيرة والنخوة وكلياته على هذا النظام القاتل المجرم الفاشي التتري المغولي. كل مصطلحات النجاسة بعدنا ما خلصت، يعني خلصها كلياتها، ما بعدنا ما ظل في عنده.